بعد ما كلنا الكحك والبسكوت وشربنا الشاي باللبن واحنا بنتفرج على مسرحية العيال كبرت، عمرك سألت نفسك ايه هو تاريخ مسرحية العيال كبرت؟ هقولك. ايه يا عم انت عامله في نفسك ده؟ عصاية غلية وكوزين اسمنت عامل لي فيها بعض. رغم مرور سنين كتيرة على ظهور مسرحيات زي ريا وسكينة والمتزوجون ومدرسة المشاغبين، إلا إن مسرحية العيال كبرت ليها مكانة خاصة شوية عند المصريين بالذات في العيد. 47 سنة هو العمر الفني لمسرحية العيال كبرت اللي ظهرت سنة 77 ولحد النهاردة وهي متربعة في قلوب المصريين وبندور عليها كل عيد. قبل مسرحية العيال كبرت كانت مسرحية مدرسة المشاغبين اللي كانت محققة نجاح كبير جدا في الفترة دي، وبدأ حسن مصطفى يفكر في انه ازاي يستثمر نجاح مدرسة المشاغبين في انه يعمل مسرحية تانية بنفس المجموعة، وعرض عليه المؤلف بهجت قمر فكرة مسرحية العيال كبرت اللي عجبت مصطفى جدا وقرر انه يعملها، وعرض على كل الفنانين وكلهم وافقوا ما عدا الزعيم عادل إمام هو اللي موافقش. واعتذار الزعيم في الوقت ده كان بسبب انه كان حابب انه يعمل مسرحية ببطولة فردية ليه، خصوصا انه كان قبلها عامل مسرحية شاهد ما شافش حاجة اللي كانت مكسرة الدنيا. ورغم الانتقادات اللي واجهها الفنان عادل إمام الا ان نجاح مسرحية العيال كبرت نست الجمهور. لا معلش عشان خاطرنا انزل وانت بتمنعه ماسك كتاب في ايدك والكتاب على دماغه. لا باين له انك بتذاكر. اذاكر؟ يا ريت باين أذاكر؟ وانجح. اذاكر وانجح؟ يا ريت. اذاكر وانجح؟ فيها ايه؟ الاتنين؟ الاتنين. طب افرض انا ذاكرت ونجحت وهو سافر، هسقطني ازاي؟ وعن تبادل الأدوار فكانت الفنانة مشيرة إسماعيل هي البطلة الأساسية اللي قدمت دور سحر لمدة 3 سنين، إلا إنها سافرت في وقت الأجازة ومعرفتش ترجع في ميعاد التصوير، فتم استبدالها بالفنانة نادية شكري اللي تم تصوير العمل بيها وكان سبب في شهرتها ووش السعد عليها. أما دور الأم اللي قدمته الفنانة الراحلة كريمة مختار بعبقرية جديدة وكان علامة فارقة في تاريخها الفني، فكان في الأساس من نصيب الفنانة نبيلة السيد واللي عرضت المسرحية لمدة 3 سنين، لكنها اعتذرت لظروف صحية منعتها عن الوقوف يوميا على خشبة المسرح.